السلام عليكم، ازيكم يا شباب تالتة ثانوي. اهلا بكم في سيشن جديدة، سيشن نمبر 19، والسيشن النهارده عن the present perfect progressive tense. اوكي. نبدأ نشوف الأول شريحة معانا. رامي has been working for 3 hours and he hasn't finished yet. لو هنا بصينا على الاكزامبل اللي قدامنا هنلاقي فيه verb. الفيرب دوت اللي هو in red دوت has been working، ده الفيرب بتاعنا، وده structure معين ما خدناهوش قبل كده. طب ايه عباره عن ايه؟ المهم ان في has، في been، وفي verb، في ing، وهنتكلم عليه بعدين مش دلوقتي. طيب نشوف المكتوب هنا. when there's، مكتوب هنا ايه الجزء ده؟ بيقول هنا when there is a sign of the ongoing and unfinished action with words like for since all we use the present perfect progressive tense. يعني بيقول لما تلاقي عندك verb وفي علامة في الverb، حاجة كده توضح لك، تبين لك ان the ongoing and unfinished action، ان الفعل اللي قدامنا بنتكلم عنه ongoing يعني مستمر، unfinished يعني لم ينتهي، ومعاه كلمات زي for و since و all. في الحالة ديت بنستخدم we use the present perfect progressive tense، وانا هتكلم عن الكلام ده بالتفصيل، حتى الاستراكشر المكتوب ده هنتكلم عنه تاني. دي حاجة سريعة كده. طبعا الاستراكشر هنا has or have، بعد كده been، بعد كده الفيرب، بعد كده الاي ان جي. كل دوت هنتكلم عنه دلوقتي في الشرايح التانية، لكن الملخص اللي هو بيقول لك لما تكون مثلا في for وفي فعل اتفهم من الجملة ان الفعل ده لم ينتهي حتى الآن، يبقى الأفضل نستخدم ال present perfect progressive tense. ازاي؟ هنشوف تاني نفس المثال اللي احنا قريناه من شوية. رامي has been working for 3 hours and he hasn't finished yet. ده المثال اللي احنا قريناه من شويه. طب معناه ايه؟ في حاجه اسمها هنا تايم لاين، واحنا عارفين ده من التنسز والشروحات اللي انا قلتها قبل كده. في حاجه اسمها تايم لاين، دايما لما اجي بشرح اي تنس بستخدم فيه تايم لاين. ده ناو، يعني دي اللحظه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، اللحظه دلوقتي. اوكي. ودي ده الباست، الفعل حصل امتى؟ حصل في اللحظه دي هنا. اوكي. طيب بقاله قد ايه؟ بقاله 3 hours. 3 hours كان بيحصل ايه؟ رامي كان بيعمل ايه؟ working، كان بيشتغل من 3 ساعات لغايه دلوقتي. اوكي. طيب بيقول لي هنا رامي has been working for 3 hours and he hasn't finished yet، ولسه لم ينتهي من عمله حتى الان. يبقى كده في احتماليه ان الفيرب دوت او الفعل ده او العمل ده او الاكشن ده هيستمر كمان فين؟ في الفيوتشر. بدل في احتماليه استمرار هذا العمل في الفيوتشر، يبقى احنا بنستخدم the present perfect progressive tense. طيب يبقى هنا هنوصل لحاجة مهمة جدا، اللي هو الفورميشن الخاص بالتنس ده، الستراكشر الخاص بالفيرب اللي بيكون في التنس ده. نقرا تاني. I have been living in this city for my entire life. أنا عايش في المدينة ديت في هذه المدينة for my entire life، في حياتي كلها، كل حياتي. من هنا نقدر نعرف ونحدد إيه هو الستراكشر الخاص بالفيرب اللي في البريزنت بيرفكت بروجريسيف تنس. فين الفيرب؟ هو ده الاستراكشر بتاعه. اوكي. ده التركيبه بتاعته كامله. طب يبقى كده بيتكون من ايه؟ نقدر نستنتج ايه؟ اهو ان هو بيتكون من هاف والهاز. احنا خدنا هاز من شويه، وادي هنا في هاف، وبعد كده في بن، وبعد كده في الفيرب اي ان جي. طب هل ده طبق في السنتنس اللي فوق دي؟ طبعا. ادي بيقول هاف والهاز، عندي ايه؟ هاف والهاز، عندي هاف. طيب بعد كده بن، عندي بن. بعد كده فيرب، عندي فيرب ليف. بعد كده اي ان جي، عندي اي ان جي. يبقى هنا التركيبه الخاصه ب the present perfect progressive tense كامله هنا. اوكي. طيب يبقى ده الاستراكشر، بيكون من ايه؟ من have or has، وبعد كده been، وبعد كده verb اخره ing. نكمل. more examples، ناخد امثله زياده شويه اهو. ايمن and اشرف مالهم؟ have been talking for the last 2 hours، بقالهم بيتكلموا في من الساعتين الاخرانيين دول، عاملين يتكلموا. طيب وخلصوا؟ لا، and they are still talking، وما زالوا يتحدثوا. اوكي. يبقى دوت present perfect progressive tense عشان عندي have وعندي been وعندي verb اخره ing. طيب the second one، تاني example. they have been playing football all morning. هم بيلعبوا الايه بيلعبوا الايه؟ الفوتبول all morning، طول الايه؟ طول الصباح. برضه ده الاستراكشر هنا present perfect progressive tense عشان في have، في been، في verb، في ing.
اوكي. طبعا المينينج هنتكلم فيهم بقى بالتفصيل، اللي هي الاستخدامات وكده الخاصه بالزمن ده. طيب لكن دلوقتي احنا عايزين نحدد، هنعرف استخدامات البريزنت بيرفكت بروجريسيف تنس بالمقارنه مع البريزنت بيرفكت اللي خدناه من حوالي 2 سيشنز كده. هنا بقى the difference between the present perfect and the present perfect progressive، يعني الفرق ما بين زمن ال present perfect وزمن ال present perfect progressive. ايه الفرق ما بينهم؟ لان هما متشابهين قوي، بيحصل دايما منهم او بيسببوا confusion للطلبه. نشوف اول حاجه. طبعا احنا عندنا كذا difference 1، يبقى دلوقتي هنشرح ايه difference 1. difference 1 ادي عندنا table في the present perfect و the present perfect progressive. طب نشوف ايه المكتوب. اول حاجه ان ال present perfect ليه علاقه باكشن بدأ في الباست اهو، بدأ في الباست ولغايه ال present time، لغايه الوقت الحالي. اكشن بدأ في الماضي لغايه الوقت الحاضر، بدأ في الماضي واستمر في الماضي فتره لغايه الوقت الحاضر. طيب ال present perfect progressive برضو past to present، past to الله نفس الاستخدام. بدأ فعل في الماضي مستمر لغايه الوقت الحاضر. الله، يبقى في هنا كده similarity ما بينهم. امال فين الديفرنس اللي بينهم؟ هنشوف دلوقتي. شوف كده، ده التايم لاين الخاص بال present perfect. عندي اكشن، ادي الاكشن بدأ في الباست، ده باست، دي ناو، ده الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، وده باست، والاكشن بدأ هنا وادي استمر في الباست فترة اهي. اوكي. طيب هو لغاية دلوقتي مستمر، لغاية دلوقتي الوقت الحالي الفعل مستمر، وهنشوف دلوقتي اكزامبل. طب ده ايه اللي بعد اللاين ده؟ اللاين بتاع ناو واللاين بتاع البريزنت تايم بتاع الوقت الحاضر، اللي بعديه ايه؟ فيوتشر. طيب ليه معمول فيدد كده، يعني لون بحتين كده؟ لان احتماليه الفعل اللي بدأ في الماضي واستمر لغايه الوقت الحاضر في الفيوتشر ممكن هيستمر او مش هيستمر، مش عارف. فبالتالي بستخدم البريزنت ايه؟ بيرفكت. اوكي اهي. we don't know، ده المكتوب we don't know if the action stops now or continue into the future. يعني احنا مش عارفين الاكشن ده stops now يعني توقف دلوقتي، بيتوقف في اللحظة اللي احنا فيها في الوقت الحاضر، ولا هيستمر في الفيوتشر or continue into the future or it's not important and it's not important to know that. واحنا ما يهمناش او مش مهم بالنسبة لينا هل هو هيستمر في الفيوتشر ولا لا. انا مهم عندي بس ان هو بدأ في الباست واستمر لغاية ايه؟ البريزنت تايم. اوكي. طب هيستمر في الفيوتشر ولا لا؟ مش دي في الجمله دي ما يهمنيش، وهنشوف دلوقتي مثال على الجزئيه دي، بس نفهم بس الجزء اللي النظري ده. طيب هنا بقى ال present perfect progressive، نلاحظ هنا كتبنا past to present اهو، past to present. طب برضو action in the past and continue واستمر لغايه now، لغايه ال present time الوقت الحاضر اهو. لكن هنا الفيوتشر، الجزء بتاع الفيوتشر نلاحظ ان اللون بتاعه لا، اللون واضح قوي، يعني اخضر واضح. ليه؟ لان هنا احنا قلنا ايه ممكن يكون الفيرب دوت هيستمر في الفيوتشر او لا، ما نعرفش وما يهمناش. لكن هنا for sure it will continue into the future، يعني ايه؟ متاكدين ان هو هيستمر في الفيوتشر، والتركيز على الجزء بتاع الفيوتشر كمان. We know for certain that the action will continue into the future، يعني احنا متأكدين ان الاكشن ده اللي بدأ في الباست ومستمر لغاية البريزنت تايم ده كمان هيستمر لغاية الايه؟ الفيوتشر. طالما انا عندي المعلومة وفاهم كده، او فاهم من السياق، من الكونتكست او من السيتويشن اللي قدامي ان الفيرب دوت هيستمر في الفيوتشر، يبقى الافضل ليا ان انا استخدم present perfect progressive tense، والاخص لو انا بعمل رايتنج مثلا، والرايتنج ده اكاديميك رايتنج. طب انتوا بتعملوا اكاديميك رايتنج؟ طبعا، لما مطلوب مثلا تستخدم present perfect في اساي او في رايتنج معين او في كتابه باراجراف، يبقى لازم تلتزم بالقواعد دي. اوكي. طيب نشوف
مثال أهو present perfect. شوفوا المثال ده. They have worked on that project for 5 years. They have worked on that project for 5 years. يعني إيه؟ يعني هم اشتغلوا في هذا البروجكت، في هذا المشروع لمدة 5 سنوات. نلاحظ هنا have worked، يبقى ده إيه؟ ده present perfect. لا ما استخدمناش ليه هنا present perfect progressive؟ هنشوف هنا. المهم هنا معناه إيه؟ ما دام استخدمنا هنا present perfect. طيب قبل ما نشوف هنا نشوف الثانية أهو. They have been working on that project for 5 years. They have been working on that project for 5 years. الله نفس السنتنس وحط لي هنا have been working. الله ايه هو ايه what is the difference between them؟ يعني مرة استخدمت present perfect، مرة بستخدم present perfect progressive. طب ليه؟ وهل بيختلف في المينينج في المعنى؟ هيختلف في المعنى. ازاي؟ نشوف. اهو ده التايم لاين. فين الاكشن؟ اهو بدأ فين؟ في الباست اللي هو ده اللي هو worked. بدأ هنا واستمر في الباست لمدة قد ايه؟ 5 years. ادي 5 years اهي. اوكي طب احتمالية ان هو يستمر في الفيوتشر لا مش مهم. يعني ايه؟ مش ده التارجت مينينج اللي انا عايز اوصله للريدر للقارئ. يعني ايه؟ ده مش الهدف. اوكي المعنى اللي انا مستهدفه اوصله للقارئ للجملة، او المعنى اللي عايز اوصله، او الايه الفوكس. يعني الكاتب اللي كاتب الجملة دي مركز عليه، عايز يوصل معلومة ايه للي بيقرأ الجملة دي. they have worked on that project for 5 years. لو شفنا هنا اهو the focus on the 5 years. هو مركز قوي الكاتب على ال 5 years، ان المشروع ده شغالين عليه بقالهم 5 سنين. بالتالي ان هو هيستمروا في العمل فيه او لا ما يهمش الكاتب وما يهمش الريدر، لكن كل اللي يهم الطرفين سواء الكاتب او الريدر ان البروجكت دوت بقالهم فيه 5 سنين. اوكي اهو we don't know if they have completed the project or they have more work to do on that project. يعني ايه؟ احنا مش عارفين we don't know، مش عارفين if they have completed انهم هل استكملوا يعني خلصوا المشروع خلاص، or if they have more work to do on the project او لسه عندهم مزيد من العمل في هذا المشروع. ما تهمناش النقطة ديت، مش الهدف. الهدف ايه؟ ان هم بقى لهم شغالين 5 سنين، عشان كده استخدمت present perfect. اوكي طيب نشوف الجزء ده. هنا برضه نفس الاكشن working هنا في واستمر لايه 5 years. نفس المعلومة 5 years. اوكي لكن هنا اداني برضه اللون هنا مش بهتان كده زي المثال التاني. اوكي طب ده معناه ايه؟ معناه ان using the present perfect progressive means يعني هنا that they haven't completed the project، إن هما لم يستكملوا المشروع حتى الآن and will continue on it into the future، وإن هما لسه هيستمروا فيه. يبقى لما أجي ألاقيه بيستخدم لي جملة زي دي في ال present perfect progressive the present perfect progressive tense، أوكي أفهم على طول إن هما بقى شغالين بقالهم 5 سنين، وإن هما البروجكت دوت unfinished لم يتم الانتهاء منه، وان هو will be completed into the future وهيتم استكماله في المستقبل. طب هو قال لي كده ان هم هيكملوه في المستقبل؟ لا. طب انا فهمت منين؟ من الاستراكشر ده have been working. اوكي طيب which one is more common؟ طب احنا دلوقتي خدنا اول difference. طب انهي زمن بيتم، حد يسالني مثلا which one is more common، انهي زمن بيتم استخدامه اكتر؟ هو طبعا present perfect هو اللي يتم استخدامه اكتر بالاخص في السبيكينج كده. لكن في الكتابه الاكاديميك الكتابه الاكاديميه اللي هي بتبقى فورمال لا لازم تتبع الكلام اللي احنا قلناه. اوكي طيب نكمل ناخد اكسرسايز بقى عشان نثبت المعلومه شويه. I here for 5 years and I still enjoy it. طبعا انا حطيت بس ما بين الاكسرسايز دوت ما بين present perfect و present perfect progressive. ليه؟ انا هو ده شغلنا دلوقتي، فعايزكم تركزوا. مش مهم بقى ان انا احط 4 اوبشنز زي ما بيجي في الامتحان، بعدين بقى ناخد شكل الامتحان بالظبط. طب هنا نختار ايه؟ present perfect ولا present perfect progressive؟ وليه؟ لو قال I here for 5 years يعني بقالي 5 سنين and still، هو الحل في كلمة still. enjoy it
وما زلت بستمتع بيه. الله، بدام بيقول لما زلت مستمتع بيه يبقى هو بيشتغل ولا ما بيشتغلش فيه؟ يبقى هنا واضح جدا ان هو في استمرارية في الفيوتشر، يبقى طبعا بي. نشوف كده اهو بي، يبقى have been working. Next, he space his homework. So now he can play outside. يقدر دلوقتي يلعب. طب فين الفيرب اللي عمال يتكرر؟ finished. طب finish ايه؟ finish his homework يعني انتهى من العمل بتاعه. طب هو انتهى ولا ما انتهاش؟ فهمت الجملة ده؟ انتهى ولا ما انتهاش؟ ده بيقول لي دلوقتي يقدر يلعب بره، يبقى هو انتهى من العمل، من عمل الواجب بتاعه، يبقى ده present perfect. يبقى ايه؟ has finished، لان احنا عارفين ان present perfect become من have or has by a past participle. 3. She space 3 books this month. قرأ 3 كتب في هذا. طبعا في قرأ يبقى خلاص قرأ، يبقى واضح ان هو انتهى من الايه؟ من قراية 3 كتب، يبقى present perfect. اوكي، لان واضح ان هو قرأ خلاص يعني وانتهى من القراية. They space for the exam all day. They for the exam all day. خلي بالكم all دي لما بتلاقوها على طول present perfect progressive، يبقى have been studying. 5. She her room and it still isn't finished. لم يتم الانتهاء. still isn't finished. اوكي، يبقى ايه؟ يبقى هي has painted ولا has been painting؟ بدم لسه ما unfinished يبقى على طول be present perfect progressive tense. I space the kitchen المطبخ و cleaned هو اللي بيتكرر. طب the kitchen يعني ضفت الكيتشن. طب so now لذلك الآن it's spotless. يعني ايه spotless؟ يعني ما فيهوش بقعة، يبقى هي انتهت من التنظيف ولا انتهت من التنظيف؟ يبقى present perfect. طيب the difference to الاختلاف التاني. نشوف كده الاختلاف التاني. بص كده، هنا في 2 قدامي بياكلوا او في حالة اكل، لكن نلاحظ الصورة الاولى شوية مختلفة عن الصورة التانية. الصورة الاولى ما فيهاش اي اكل، والصورة التانية لسه فيها اكل. طيب فهمنا ده ايه؟ وده فتح بقه قوي خلاص هياكل الاكل، جعان جدا وعمال عايز ياكل او بياكل، لسه بياكل وكده وفرحان بالاكل وعينه مليانه كلها ايه اهو فرح بالاكل. لكن ده ايه؟ مبتسم وهادي، وواضح كمان ان هو ربما يكون خلاص ايه؟ خلص اكل. طيب يبقى ايه؟ اني واحد من دول هنستخدم فيه present perfect واني واحد هنستخدم فيه present perfect progressive tense، يعني حتى من فهمنا اللي فات. اوكي، مش هقول دلوقتي، احنا هنشوف بس هنا مكتوب ايه. احمد has had his meal so he is full. وهنا احمد بس احمد تاني، يعني احمد has been having a meal so there are plates, spoons and cups all over the table. هنا الجملتين دولت لو بصينا كده، اغير اللون بس، يعني احمد has had his meal، has had ده ايه؟ ده present perfect. وهنا احمد has been having ده ايه؟ ده present perfect progressive. طب ليه؟ اشمعنى هنا دي كده ودي كده؟ نفهم كده بقى، نبدأ نفهمها كده والموضوع بسيط. نشوف الجملة التانية بس. so he is full يعني ايه؟ شبعان، لذلك هو شبعان. يبقى هو تناول وخلص التناول الوجبة، ميل يعني وجبة، لذلك هو شبعان. الشبع بيجي منين؟ من انتهاء الوجبة ولا من الواحد بيبقى لسه عمال ياكل بقى في وسط الأكل؟ لا، لما بيخلص أكل بيبدأ ايه؟ يبقى وصل للشبع. يبقى طالما هنا كتب لي فول، يبقى افهم من كده ان الفيرب ده اللي هو هاد دوت بمعنى يتناول او تناول، ده انتهى، الفعل انتهى، يبقى بالتالي يبقى present perfect tense. طيب هنا الجملة الثانية، أحمد has been living، ده استخدم present perfect progressive tense. أمين. so لذلك there are plates، لذلك يوجد أطباق، spoons معالق and cups وفناجين أو كوبايات all over the table في جميع أنحاء الترابيزة، وواضح في أكل كمان أهو. هو انتهى من الأكل وما انتهاش؟ لا، ما انتهاش من الأكل. يبقى بالتالي نستخدم إيه؟ يبقى الأفضل نستخدم ال present perfect progressive tense، لأن هو ما انتهاش. ده أثر على فكرة، الأثر ده نتيجة إن الأكل
لم ينتهي، لسه في اطباق وفي كوبايات وفي اكل وحاجات ديت. لكن هنا ده اثر على فكره ان هو فول، نتيجه الفعل ان هو فول شبعان. طب النتيجه دي نتيجه ان هو لسه بياكل ولا انتهى من الاكل؟ لا، الواحد بيشبع بعد ما ينتهي بالاكل. يبقى ده هنا عشان كده النتيجه دي بتقول لي ان الزمن ده لازم يكون present perfect. اوكي، بالتالي لو كانت النتيجه اللي عندي نتيجه لانتهاء الفعل يبقى بستخدم present perfect. لكن لو عندي نتيجه، دي نتيجه على فكره ان في اطباق وكوبايات ومعالق والكلام ده، لو كانت النتيجه نتجت عن او تنتج عن استمراريه الفعل، يعني الفعل لسه مستمر لسه ما انتهاش، يبقى استخدم present perfect progressive tense. اوكي، هنشوف مثال تاني عشان نوضح اكتر. شوفوا كده البنات دي او البنتين دول، يعني في بنت قاعده هي بتتفرج مثلا على اي حاجه في اللابتوب، وهنا في بنت لسه عماله تذاكر، وهنا لسه قاعده برضو تعتبر متضايقه كده، واضح ان هي لسه ما خلصتش. طيب نشوف اللي هنا example. سهيلة has done her homework so she can watch TV now. دلوقتي عندنا سهيلة has done her homework، عملت الواجب بتاعها، so لذلك she can watch TV now. واضح جدا ان هي خلصت الواجب بعد كده عشان كده دلوقتي بتشاهد التلفزيون. طب مشاهدة التلفزيون جت نتيجة ان الفعل عمل الواجب انتهى ولا ما انتهاش؟ انتهت من عمل الواجب، لذلك اثر الانتهاء من عمل الواجب ان هي قدرت تشاهد او تستطيع الان مشاهدة التلفزيون. طب هنا بقى سهيلة في يوم تاني بس غير اليوم ده has been doing the homework، بتعمل الواجب، so she looks very tired، هو باين عليه ان هي تعبانه. اوكي، بس طبعا في الكونتكست دوت واضح الصيغه بتوضح لي المعنى اكتر كمان. واضح ان هي تعبانه من من المذاكره، يبقى التعب ده نتيجه ان هي لسه ما خلصتش مذاكره. ما دام التعب نتيجه ان هي لسه ما خلصتش مذاكره، يبقى الافضل استخدم present perfect progressive tense. اوكي، هنا في الاكسرسايز هيوضح اكتر معانا. نمبر 1، علي is out of breath. مهم قوي الجمله ديت. علي is out of breath يعني علي نفسه اتقطع. he space for a long time، مدة طويلة. I think he will give up، أعتقد إن هو سوف give up، يقلع عن إيه؟ ناخد لون كده، يقلع أهو، يقلع عن إيه؟ أولا الفيرب بيتكرر هنا عندنا اللي هو شكل من أشكال run بأي شكل من الأشكال، المهم يجري يعني. يبقى علي is out of breath، he run for a long، يعني عايز بيقول بيجري لمدة طويلة. I think he will give up. طب هو دلوقتي انت فهمته كده من الجملة دي، انتهى من الجري ولا الجري لسه مستمر؟ لو كان الجري انتهى ما كانش قال لي I think he will give up. هنا معناه give up يعني يتوقف عن ايه؟ يتوقف عن الجري، يبقى هو لسه لسه بيجري. يبقى الزمن هنا present perfect progressive لأنه لم ينتهي بعد. يبقى أنهي واحد؟ يبقى has been running. Next 2، علي is out of breath. نفس الجملة بس في اختلاف. علي is out of breath، علي نفسه اتقطع. he for a long time، بيجري لمدة طويلة. بصوا بقى الحتة دي بقى. I think that is the reason، أعتقد إن هذا هو السبب why he gave up the race. أعتقد ده السبب إن هو توقف عن السباق. يبقى هو كده الجري ده لسه بيجري ولا هو توقف؟ هو توقف خلاص. اوكي، يبقى هنا يبقى الفعل نفسه completed ولا not completed yet؟ لا completed يبقى present perfect، يبقى A اهي has run. Next، now the house is clean. دلوقتي الهاوس نظيف. اوكي، I or the housework، عملت. هو الأعمال الفعل عمال يكرر do done وكده وديد الحاجات دي، يعني عمل يعني. طب ما دام نظيف، يبقى الواحد امتى بيوصل لنظافة المنزل؟ لما بيكون لسه بينظف ولا لما يكون انتهى من التنظيف؟ انتهى من التنظيف، يبقى الفعل انتهى. يبقى هو عمل الهاوس ورك ولا لا عمل خلاص؟ يبقى present perfect، يبقى A. برافو عليكم.
4 ندى space her finger and is in a lot of pain. طيب ندى space خلي بالكم وده هنتكلم عنها تاني. الفيرب بريك اللي هو عمال يتكرر دوت اسمه من الافعال اللحظيه اللي ما تاخدش فتره زمنيه، بالتالي بيكون انتهى، لان ما ينفعش اقول بيكسر صباع ندى بتكسر صباعها، لا، لكن كسر صباعها خلاص اتكسر. عمليه الكسر ما بتاخدش فتره زمنيه طويله، بيسموها مثلا من الافعال اللحظيه، بالتالي يبقى انا فهمت كده بدل ما استخدم الفيرب بريك باشكاله المختلفه يبقى لازم يكون present perfect، يبقى هنا A. Okay, next. 5 the cooking and dinner is ready to eat. جاهز، يبقى هم خلصوا من عمل الكوكينج ولا لا؟ خلصوا، يبقى ايه present perfect. ثانية واحدة I يبقى have finished. G. طيب كده خلصنا difference 2، أظن إن هي إن شاء الله واضحة. difference 3 الاختلاف الثالث. هنا بقول إن في بعض الكلمات بس we use the present perfect simple tense، بنستخدم المضارع التام not the present perfect progressive، مش المضارع التام المستمر when mentioning the number or the quantity. لما نذكر في الجملة العدد اهو، العدد او الكوانتيتي او الكمية، يعني ايه؟ اي شكل من اشكال الاعداد زي 2 3 4 5 وهكذا، واشكال الكوانتيتي زي many وفيو وافيو يعني وseveral و lot of lots of و all plenty of، واي شكل من اشكال الكوانتيتي بشكل عام. احنا عندنا هنا مجموعة جمل وبنستخدم فيها يا اما الكوانتيتي يا اما نمبر، وهنشوف انهي واحده تنفع فيها البريزنت بيرفكت او البريزنت بيرفكت بروجريسيف، يعني الجمله دي صح ولا لا، هنقول كل واحده صح ولا لا. نمبر 1 he has been drinking 3 cups of tea this evening. هنلاحظ هنا ان في تايم، نلاحظ هنا ان في 3 نمبر عدد، ما دام في نمبر ما تستخدمش البريزنت بيرفكت بروجريسيف تنس. اوكي يبقى دي غلط. تانية he has drunk 3 cups of tea this evening، في عدد اهو اللي هو 3. اوكي ينفع في الحالة دي نستخدم البريزنت بيرفكت، يبقى دي صح. اوكي he has been drinking a lot of tea this evening، نفس الشيء، هنا استخدم present perfect progressive، لكن هنا في quantity اللي هو a lot of، لا ما ينفعش. اوكي he has drunk at he has drunk a lot of tea، ما فيش at. اوكي he has drunk a lot of tea this evening. اوكي في a lot of وده present perfect يبقى صح. اوكي true. I have been meeting many customers recently. اوكي في هنا have been meeting يعني present perfect progressive، لكن دي في quantity ما تنفعش، يبقى دي غلط. I have met many customers recently، نفس الشيء ده present perfect، لكن وفي اهي present perfect ديت وفي quantity عادي تنفع تيجي معاها، يبقى صح. اوكي مفهومة؟ اظن دي واضحة وما فيهاش حاجة. ناخد exercise. Number 1 which sentence correctly uses the present perfect simple tense. اوكي بأنهي جملة يعني هنا صح او مستخدمين صح ال present perfect simple tense as a structure كتركيبة يعني. Number 1 he has been drinking 3 cups of tea. طبعا ده ما ينفعش، ده مش present perfect progressive، هو مش بيسأل عليه ده. طبعا A he has been drinking 3 cups of tea this evening. طبعا الجملة دي كده مش present perfect simple tense، لكن ده present perfect progressive عشان فيه has وفيه been وبعد كده فيه highlight اهو كده ما ينفعش، ده تركيبة المضارع التام المستمر فما تنفعش. طب he has drunk 3 cups of tea طبعا تنفع، لأن هنا في has drunk يبقى ده مضارع تام، وفي حتى number تنفع. طب he has been drinking a lot of tea برضو ما هنا ما تنفعش الزمن، وكمان ما تنفعش مع الكوانتيتي، يبقى هنا الاستخدام الصح اللي هو B. Next 2 which sentence uses the correct form of for expressing quantity، يعني أنهي واحدة استخدم فيها الكوانتيتي بشكل صحيح. I have been meeting many، لا many أهي many مع present perfect ما تنفعش، يبقى دي غلط. I have been meeting برضه مضارع تام، هو بيتكلم عن على طول quantity يبقى ماليش دعوة، مش تنفع. I have meet many تنفع many ما هي بس دي met، ده infinitive form ما تنفعش، يبقى هي الأخيرة دي I have met many customers recently.
في have met present perfect وفي many ده الكوانتيتي تنفع تيجي مع present perfect يبقى الجملة دي هي الصح. 3 choose the correct usage of the present perfect simple. أنهي واحدة من دول استخدمت الايه present perfect كاستخدام صح؟ A she has seen a lot of movies last month. مش هتنفع. ليه؟ لأن هنا في last ولast ده يبقى مضارع تام. لا ما يبقاش مضارع تام. امال يبقى ايه؟ يبقى past simple. طب يبقى دي ما تمشيش لأن ده معمول هنا present perfect. B she has been seeing a lot of movies this summer. أصلا الجملة ديت مش present perfect لكن ده present perfect progressive. في has been بكفر وهنشي ما تنفعش. she has so ما تنفعش خلاص. ليه؟ عشان ما ينفعش أقول has so لكن أقول has seen. آخر واحدة she has seen a lot of movies طبعا صح. has والpast participle وكمان في quantity تنفع تيجي معاها يبقى دي الصح. تمام كده؟ هنبدأ نخش في difference 4. الاختلاف الرابع إن شاء الله برضو هيكون سهل لأن خدنا عنه حاجة كده وفكرة عنه قبل كده. اللي هو إيه؟ The present perfect tense not the present perfect progressive is used with momentary verbs اللي إحنا قلنا عليها. momentary verbs اللي هي الأفعال اللحظية or stative verbs أو الأفعال الإيه؟ stative verbs. هو عامة stative verbs والأفعال اللحظية عامة ما تستخدمش في أي حاجة progressive. بمعنى إيه progressive؟ مستمر يعني زي مضارع مستمر، ماضي المستمر، مضارع التام المستمر، أي حاجة فيها مستمر. ما ينفعش استخدم النوعين دول من الأفعال. الأفعال اللحظية زي إحنا قلنا الفيرب بريك ودي جت لنا، أو الستيتيف فيربس ودي كتير قوي قوي ومنها اللاف ومنها الأون يمتلك والهاف والهاز لما يكونوا بمعنى يمتلك وحاجات تانية كتير. أوكي؟ ده منها مجرد أمثلة يعني. A fast car has been crashing into a rock by the road. هل الجملة دي قدامكم دي صح ولا غلط؟ الكراش دوت معناه اصطدام اللي هو ده. هل ده فعل ياخد فترة زمنية طويلة ولا الكراشنج الاصطدام من الأفعال اللحظية اللي هي دب خبطت يبقى أنا عملت كراش خلاص. من الأفعال اللحظية بالتالي ما تجيش مع present perfect progressive يبقى دي غلط. Okay. A fast car has crashed into a rock by the road. ينفع ده مضارع تام مع الفيرب كراش. ينفع. Okay. يبقى right. We have been owning. own يعني يمتلك. أي امتلاك سواء مع الأون أو أي فيرب تاني أو مع الهاف وكده لازم يكون في الإيه في السمبل بشكل عام. طب ده present perfect progressive ما يجيش مع الفيرب own في الاستراكشر ده. أمال تبقى إيه؟ هي دي we have owned this flat for 15 years. She has been knowing these friends for a year. no برضو من ضمن الأفعال الإيه؟ stative verbs. الأفعال stative verbs بالتالي ما تجيش في الايه في البروجريسيف. اي بروجريسيف يبقى دي غلط. لكن اللي بعديها صح. she has known these friends for a year. ده صح. present perfect عادي خالص وحتى في for اهي. اوكي. ونون من الافعال stative verbs. اوكي. يبقى والstative verbs احنا خدناها قبل كده لما كنا بنشرح الباست سمبل والباست بروجريسيف. اوكي. ممكن ترجعوا لها. طيب ناخد بقى ايه exercise إن شاء الله تبقى أوضح. سارة her best friend for 10 years. تلاحظ هنا الفيرب اللي عمال يكرر إيه؟ أشكال no بأشكالها. no ما تجيش في حاجة مستمرة يعني من غير ing. يبقى هنشيل دي من دماغنا. وهنشيل دي من دماغنا. طيب has known ولا has no؟ ما فيش حاجة اسمها has no لكن has known لأن لازم بعد الهاف والهاز يجي past participle. He space TV for 2 hours and is still. ماشي. is still دي يعني بيقول لي لا دي حاجة لسه مستمرة. يبقى ايه؟ he TV for 2 hours. ما يقول لي for كده فترة زمنية يبقى أنا على طول في التام. لا بدام في still يبقى progressive. يبقى has been watching. Tom space to learn Spanish for a few months now. for a few months now. اوكي اهي في for وفي اهي في for وفي فترة زمنية اهي. يبقى ده احنا في التام. طب الفيرب اللي بيتكرر ايه؟ ده want ده ايه؟ فعل اكشن فيرب عادي ولا ده فيرب ستيتيف فيرب ولا مانتري فيرب ولا ايه بالظبط؟ لا ده فيرب ستيتيف فيرب يبقى ما يجيش في المستمر. يبقى ده هنشيله ده. ايه تاني؟ has want مفيش حاجة اسمها has want. has been want برضه هنا مش هتنفع غلط كتركيبة حتى في اي حاجة غلط. يبقى هي بي.
وده معناها ايه؟ present perfect. next 4 eat space for 3 hours 3 ساعات، في 4 وفي فترة زمنية، يبقى ده ايه؟ يبقى ده 10. it's difficult for us to go out. من الصعب ان احنا نخرج. طب ايه اللي الفيرب اللي عمال يتكرر؟ rain باشكاله، يعني تمطر او تمطر او مطرت كده، يعني نترجمها كده. eat for 3 hours بتمطر. طب هي انتهت من المطر ده؟ انتهى، توقف ولا لا؟ فهمت من الجمله it's difficult for us to go out ان هو صعب علينا ان احنا نخرج بره، يبقى هو كده واضح ان المطر لسه ما انتهاش، يبقى ده progressive وتام. يبقى progressive وتام اهو ing وهاز، لكن دي ما فيش verb to be اللي هو been ما ينفعش. rain ده لا، ده past simple ما ينفعش. has been rained ما ينفعش، يبقى هي دي be. هو الاستراكشر هنا اللي كامل have or has، بعد كده been، بعد كده verb، بعد كده ing هي دي. Number 5 which of the following sentence is not. ومهم قوي كلمة لما تلاقي not عشان ما نتلخبطش. اوكي is not in the present perfect continuous tense. يعني كلهم، هو معناه كده ان كلهم في ال present perfect continuous tense ما عدا واحدة. فين بقى؟ they have been cooking they have been cooking dinner since 5 p.m. اوكي ده present perfect progressive، ده صح. I have been living in this city for 3 hours برضو present perfect. طيب بعديها C he will have finished، لا يبقى هي دي. ماشي. طب بعديها she has been reading، ده present perfect progressive، يبقى بالتالي هي C هي الصح. وكده يا شباب الحمد لله احنا خلصنا السيشن وعرفنا ال present perfect progressive tense، سواء الاستراكشر بتاعه او اليوسج الاستخدام اللي هو الفانكشن، وكمان بعض التايم ماركرز الخاصه بيه، وكمان فرقنا ما بينه وما بين البريزنت بيرفكت. ان شاء الله تكون واضحه وهتبقى اوضح تاني، لان احنا هنتكلم في الحاجات دي تاني في محل التدريبات وكده. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.